السوبر المصري يا سادة، ونحن في ليلة أبطال السوبر. الأهلي المصري بطلا للسوبر بعد مباراة قوية جدا جدا تألق فيها الأهلي، تألق فيها نجوم الأهلي. والحقيقة إنه اللي حكى الحكاية النهاردة بصوته وبرجله وبدماغه كان زيزو. زيزو كان بطلا لحكاية الأهلي النهاردة كان هو الحكاي، كان هو الفويس اوفر بنقول عليه في الشغلانة بتاعتنا، هو اللي بيحكي قصة الأهلي في ال90 دقيقة بشكل لا يمكن أن تتخيله. هذا وذلك اللاعب الذي تعرض لضغوط كروية غير طبيعية، شيء يكاد يكون من المستحيل أنه لعيب تحت هذه الضغوط بيلعب أول مباراة قمة، أول مباراة، وهذه المباراة هي مباراة أمام فريقه السابق الزمالك في نهائي بطولة. يعني هو ما كانش عنده الفرصة أنه يلعب الماتش الأولاني في القمة في الدوري، فجات له الفرصة أصعب من اللي قبلها. تعال بقى للاختبار ده، أنت هتلعب قدام الزمالك مش بس مباراة قمة، إنما مباراة قمة وأيضا ببطولة. اللي يكسب على الأرض بمعنى أصح، اللي يكسب مبروك أخد بطولة. زيزو النهاردة بيأكد على جزئية تتعلق بيه هو ذهنيا. الراجل كان مركز جدا في المباراة، ذهنيا كان يتعرض إلى كم من الهتافات اللي عمري ما هقبل بيها تحت أي ظرف من الظروف. أنا عمري ما هطلع لحد ما اموت، يعني لحد ما اموت عمري ما هطلع على شاشه تلفزيون او حتى في بيتنا او شاشه تليفون اقول ان في لعيب بينفع يتشتم باهله وباسرته مهما كان. مفيش حاجه في الدنيا كده، مفيش. فكون انه زيزو يتعرض الى هذا الكم من الهتافات اللي خارجه عن المألوف وعن الطبيعه بتاعتنا احنا كمصريين، انه نجيب في سيره الاب والعيله والعرض والحاجات دي اللي هي اصلا مش مقبوله بالنسبه لنا، عمرنا ما هنوافق عليها، ولا في اي بني ادم يقدر يوافق عليها، ولا في اي دين يقدر يوافق، ولا في اي حاجه في الدنيا تقدر توافق، مش حابب يعني. ومع ذلك انا مستني ابص على زيزو طول المباراه اشوف هيعمل ايه. هيخرج بره التركيز؟ هيطلع بره الماتش؟ هيروح للجمهور ويعمل حاجه؟ هيطلع بره المباراه؟ طب بعد المباراه هيستنى يقوم رايح للجمهور يعمل حاجه من الحاجات؟ على الاطلاق. اذا النهارده تقدر تقول انها كانت ليله خاصه بالنسبه لزيزو، لكن على صعيد اخر وفي نفس الامر لا يمكن ابدا ان تغفل شخصيه الاهلي اللي ظهرت النهارده. لا يمكن ابدا ان تغفل انه النهارده يسترب كان متفوقا وكان مميزا في التعامل مع المباراه. حقيقي يساعده 100% ان عنده دكه على السكه والدغري، عشان بس عنده دكه يا باشا. انت بتخرج فلان بتنزل لي بن رمضان، بتخرج علان بتنزل لي طاهر، بتخرج فلان بتنزل دكه مليانه يا باشا. حط ايدك في اي حاجه، حط ايدك في اي حاجه في الدكه، طلع حطها، اي حاجه حط ايدك كده طلع. ولذلك انت ده كان موجود قبل كده، بس النهارده انت بتتفرج على الراجل وطريقه لعبه، بتتفرج على الراجل وعلى تغييراته. ممكن، وانا عارف الاهلاويه احيانا يكونوا طماعين جدا، يقول لك لا انا الماتشات اللي شبه كده بكسبها، لازم اكسبها كتير، الزمالك مش في حالته وكذا وكذا وكذا. لكنه الحقيقه انه لا يمكن ان تغفل انه كان في دور كبير جدا جدا للعيبه، دور كبير للمدرب، دور كبير لجمهور الاهلي العظيم اللي كان موجود النهارده في الاستاد. هذا الجمهور الذي كان متواجدا خلف الاهلي في كل مكان وفي كل لحظه. انه الاهلي يا ساده بابا الشغلانه، ويلوموا عليا ويعتبوا ويقولوا هو انت ليه بتقول بابا الشغلانه؟ هو انا لما بقول لك بابا الشغلانه، هل هذا بابا الشغلانه يعني الشغلانه كلها بتاعته، الشغلانه كلها بتاعته؟ فهل انا بديله وصف كده من عندياتي، خد تعالى خد لك وصف، خد لك لقب؟ لا، بتيجي اوريك الارقام. بص كده، الارقام بتقول لك انه الاهلي الاكثر فوزا ببطوله الدوري ب 45 لقب، ما حدش فاز ببطوله الدوري اكتر منه. اللي بعده
اكتر فريق فاز ببطوله الكاس 19 لقب، ما حدش فاز اكتر منه. 39 اسف. اكتر فريق فاز. قال لك وانا مالي انا يا لمبي. هي ما فيهاش نوم النهارده، صح؟ هي ما فيهاش نوم، والله ما فيها نوم. يعني نفسي اقول لكم تصبحوا على خير ايها الزملكاويه العزاز جدا على قلبي، ولكن هي ما فيهاش نوم. احنا لو كنا خسرنا النهارده ما كناش هنسلم منكم. والله العظيم كنا هنشوف ايام، بس الحمد لله ربنا دايما يعني ايه، عالم بينا. ربنا دايما عالم بينا وعارف ان احنا ايه، سالكين. انت فاهم، من جوانا كده سالكين، فما بيسيبناش ليكم. ما بيسيبناش ليكم دايما. الماتش اللي هو بيبقى معروف ان هو هيحصل وراه تحفيل كتير وفي توقف دولي، وانت فاهم، يعني داخلين على قصة كده اللي هو ايه، خلاص بقى مش هنشوف بعض تاني غير بعد فترة. فالماتش ده كان اهميته اساسا بالنسبة لي كده، ان احنا مش هنشوف بعض تاني غير بعد فترة. يعني لو خسرت ما كنتش هعرف ارد اعتباري بسرعة بعدها، لا كنت هستنى فترة. فالحمد لله، يعني الحمد لله. مليون مبروك يا رجالة على المكسب، مليون مبروك لكل ما هو منتمي للأهلي يعني. مليون ألف مليون مبروك. محمد الشناوي وزيزو بيقولوا لإبراهيم فايق مبروك يا هيما. طب وانا مالي انا يا لمبي؟ طيب انا مالي بتدخلني في القصة دي ليه؟ مبروك ليه يا هيما؟ ما انا على الحياد يا جدعان، انتوا فاهميني غلط. ابراهيم فايق مش اهلاوي. كلامي هنا موجه لكابتن محمد الشناوي والكابتن زيزو. ابراهيم فايق مش اهلاوي ولا زملكاوي. الراجل واقف على الحياد. لو هو اهلاوي ففي السر مش لازم نفضحه، مش لازم نقول. انت فاهمني، احنا مش لازم نقول، مش لازم نعمل بلبلة. مش لازم نزعل التلاتة أربعة الخمسة ستة العشرة الزملكاوية اللي موجودين معانا في البلد. فاهم انت؟ مبروك يا هيما. مبروك يا هيما. مبروك لكل اهلاوي جدع. مبروك ليك يا زيزو. دي بطولة زيزو، بطولة السوبر دي هي بطولة زيزو. بكل المقاييس بحسبها زي ما تحسبها، هي بطولة زيزو. ليه بطولة زيزو؟ لأن زيزو تهان. جمهور الزمالك اللي ما عندهوش دم أقسم بالله هان الراجل ده وخط في عرضه. فزيزو رد عليهم في الملعب، ما ردش عليهم في حتة تانية يعني ما نزلش لمستواهم ورد عليهم. هو رد عليهم في الملعب. انت عايز ايه يا باشا؟ بتهني بتغلط فيا، طب خد. رجل المباراة بلا منازع هو كابتن احمد سيد زيزو. رجل المباراة، راجل بيتحرك في كل حتة في الملعب، راجل عامل مجهود جبار، راجل عامل اسيست للهدف الاول اللي فتح معاك الدنيا. اضافة قوية جدا 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 للنادي الاهلي. وعايز اكد على معلومة واقول معلومة اعتقد ان الكل عارفها الاهلاويه يعني، ولكن ناكد عليها تاني ونعيدها تاني. يا جماعه زيزو ده جاي من الزمالك ببلاش. واصله لك؟ يعني دي هديه من نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر، للنادي الاهلي. فدي هديه الزمالك للاهلي. وانتوا عارفين ان الاهلي ما بيردش الهدايا. الاهلي ما بيردش الهدايا. الاهلي دايما بيستقبل الهديه ويرحب بيها بصدر رحب جدا جدا جدا. فاحنا الحمد لله قبلنا الهديه. انتوا زعلانين ليه؟ جمهور الزمالك النهارده اللي كان بيشتم في زيزو، سؤال ليك، انت زعلان ليه؟ انت متضايق ليه؟ خلي بالك الراجل لحد اخر وقت ما قالكش انا هبيعك. ما قالكش انا هبيعك. الراجل لحد اخر وقت بيقول لك استفيد مني. انت مش قادر تدفع مرتبي، بيعني، بيع، استفيد وسيبنا استفيد. ما دام انت مش عارف تدفع مرتبي. لكن لا تقول ايه بقى؟ ما ينفعش، مش هنبيعك. انت عايز تروح دي كوبري يا عم، حتى لو يا عم بيعني للاهلي. مالك انت في ايه؟ بيعني للاهلي. مالك في ايه؟ هو انت لاقي تاكل؟ والله العظيم عالم غريبة. يعني هو زيزو وهو في الزمالك. هنا سؤال لجمهور الزمالك والله،
سؤالي هنا لجمهور الزمالك اللي كان بيشتم زيزو النهارده، انت زعلان ليه حضرتك؟ انت زعلان ليه؟ متضايق ليه؟ ما الراجل كان معاك وقال لك استفيد مني، بيعني واستفيد وسيبنا استفيد. انت شحات مش لاقي تاكل، مش قادر تدفع مرتبي، ما تبيعني يا عم وتسيبني امشي. لكن تقول ايه بقى؟ بجاحة ما بعدها بجاحة، اقسم بالله بجاحة ما بعدها بجاحة. اللي هو يا باشا انا مش هبيعك، وفي نفس الوقت لو سبتني انت ومشيت انا بقى بص بقى هشتم والعن واجيب واسوي. ايه يا جدعان في ايه؟ ما شوية عقل، بربع جنيه عقل، بربع جنيه عقل يا جدع، بربع جنيه عقل. ما عندكمش؟ مفيش خالص؟ مفيش خالص؟ مش كده، مش كده يا جدع. حاجة غريبة جدا اقسم بالله. ولكن رد عليهم الراجل في الملعب، والحمد لله كسبنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما رحناش لضربات جزاء اللي انتوا كنتوا عايزينها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كسبنا بمجهودنا وبعرقنا، من غير ضربات حظ، من غير ركلات ترجيح. الحمد لله ربنا كرمنا، لان احنا عالم نيتنا صافية. احنا عالم مش قلالات ادب. ها، احنا عالم ممكن نهاجم لاعب، ممكن ندوس عليه نخليه يبطل كورة. انا بتكلم هنا على جمهور الاهلي. احنا ممكن ندوس على لاعب نخليه يبطل كورة. انما ان احنا نخوض في عرضه، انا مشوفتهاش من جمهور الاهلي قبل كده. ولو حد شافها يقول لي، يمكن انا ذاكرتي مش قد كده. لو حد شافها يقول لي. انا عمري ما شفت جمهور الاهلي بيخوض في عرض لاعب. انا ممكن ابطلك كورة كلاعب، انما ان انا اجيب سيرة اهل بيتك دي ما شفتهاش الا من جماهير الزمالك فقط. تصبح على خير.